السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب صفحة مباراة إيجل نوار البوروندي بعد فوزه بالمباراة وتأهله لدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا. للاستعداد لخوض مباراة قوية أمام بتروجيت في الدوري، كان الأهلي قد حقق فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف بالجولة السابقة، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ليتصدر الدوري لأول مرة هذا الموسم، بينما خسر بتروجيت أمام زد اف سي بهدفين مقابل هدف في الجولة السابقة، ليتوقف رصيد بتروجيت عند 14 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر، ويدخل الأهلي المباراة وهو متصدر الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 10 لقاءات، فاز 6 مرات وتعادل 3 مرات وخسر مرة واحدة، وسجل 19 هدف وسكنت شباكه 12 هدف، بينما يدخل بتروجيت المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 لقاءات، فاز 3 مرات وتعادل 5 مرات وخسر مرتين وسجل 9 أهداف وسكنت شباكه 10 أهداف. ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت يوم الأربعاء القادم الموافق 29 من أكتوبر على استاد السلام الدولي في الجولة 12 بالدوري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وبتروجيت في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.